السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملي كتضيق بيك علاش كتمشي اللي ما عندوش الحل وكتخلي اللي بيدو كلشي؟ شحال من مرة حياتك كتضربك ضربة قوية، كتحس براسك تايه مخنوق ومحتاج لشي يد تشدك. كتجري عند الناس، كتشرح، كتطلب، كتترجى، يمكن حتى كدير كرامتك على جنب غير باش تلقى شي حل. كتسنى واحد يفهمك، واحد يوقف معاك، واحد ينقدك، ولكن في وسط هاد الجري كامل واش عمرك حسيتي براسك نسيتي اهم باب؟ نسيتي تمشي اللي كيشوف دمعتك قبل ما تطيح؟ نسيتي تمشي اللي كيعرف وجعك بلا ما تهضر؟ نسيتي تمشي اللي قادر يبدل حالك في ثانية؟ الله، واش عارف شنو كيوجع اكثر من المشكل؟ هو انك كتقلب على الحل في كل شيء وكتخلي اللي بيدو الحل كامل. الناس راهم متقلبين، اليوم معاك وغدا عليك، اليوم يسمعوك وغدا يملوا، اليوم يعاونوك وغدا يقولولك دبر راسك. ولكن الله عمرو ما يمل منك، عمرو ما يسد الباب، عمرو ما يقولك سير بحالك. حتى إلا بعدتي عليه هو ما كيبعدش عليك، وحتى إلا نسيتيه هو باقي كيرعاك، وحتى إلا طحتي كيبقى كيتسناك غير ترجع. واش ماشي حشومة نطلبوا من الناس بإلحاح ونوقفوا في بابهم وندلوا براسنا، وفي نفس الوقت نستحيي ونرفعوا يدينا لرب العالمين؟ راه كاين فرق كبير بين واحد كيطلب من عبد وواحد كيطلب من رب العباد. جرب تبدل الطريقة. ملي تضيق بك الدنيا سد الباب على راسك وافتح قلبك لربك، بكي، هضر، شكي، طلب، ما تحتاج حتى ترتيب الكلمات، راه فاهمك وغتحس بشي حاجة غريبة، راحة داخله لقلبك، طمأنينة ما كتشرحش. حيت ملي كترجع لله ماشي غير المشكل اللي كيتبدل، حتى انت كتبدل. الا بغيتي ترتاح بصح رد قلبك لله قبل اي واحد، وإلا بغيتي الحل الحقيقي قلب على اللي بيدو الحل، ماشي غير على الأسباب. واخا الدنيا كاملة تسدات في وجهك، باب الله عمرو ما كيتسد.